طلبك ناقص يا ست. يا ابني دي رابع مرة، ناقص ايه تاني؟ الدم. يلا يا ستي ما تعطليناش. يا ابني اعمل معروف، انا ما اقدرش ارجع تاني، انا تعبانة. حط انت الدمغة وخد حقها، تمنها كام؟ هنا مش البوسطة، البوسطة في آخر الشارع. روح هاتي الدمغة وتعالي، ما ينفعش الطلب من غير دمغة، دي مسؤولية، التعليمات بتقول كده. بقول لك ايه يا ست، خدي ورقة بوسطة اهي، اتفضلي. ربنا يكرمك يا بنتي، اصل انا ما اقدرش اقف في الطابور تاني، ده انا من صباحة ربنا على رجليا. ومين سامعك؟ والله العظيم انا رجليا دابت، بس هنعمل ايه؟ الموظفين يومهم بسنة. هحجز لك المكان عبال ما تروحي تجيبي بدلها وتيجي. نعم، احجزي لها. طب ما تحجزي لي انا كمان تذكرتين. يظهر فاكرة نفسك واقفة في طابور السيما. انا لا سيما ولا مسرح، انا ورقي كله جاهز من جميعه، عامله حسابي. اعمل ايه؟ اللي تسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. عدي بعد شهر. لسه هستنى شهر تاني. شهر 30 يوم بس. احمدي ربنا، غيرك بيقعد سنين. يلا يا ستي ورانا شغل. امري الى الله. متشكرة يا بنتي. على ايه يا اختي؟ ده حاجه بسيطه، الناس لبعضيها يا حاجه. ايه ده؟ احنا لسه هنتساير. وريني طلبك انت يا بتاعت الشوربه والزبادي. اتفضل، انا ورقي كله جاهز وعامله حسابي، لو عايز ورقه بوسطه زياده هتلاقيها جوه. غلبويه. الست اللي مقدمه لها الطلب دي تقرب لك ايه؟ امي يا سعاده البيت. في حد بيعولها؟ يعني ايه عولها دي؟ يعني بيصرف عليها، جوزها، اولادها، اخواتها. لا يا سعاده البيت، دي غلبانه مقطوعه من الشجره، وابويا عواطلي قاعد جنبها على السطوح. اصل خلفته كلها بنات وانا اختهم الكبيره، وشايلاهم كلهم على راسي. اي على راسي يا سعاده البيت. جوزك بيشتغل ايه؟ انا مش متجوزه، انا مخطوبه بقالي 10 سنين واكتر كمان. ياه، 10 سنين ولسه ما اتجوزتيش؟ هعمل ايه؟ بكت الاسود او اسمه ونصيب يا سعاده البيت. وانتي بتشتغلي ولا عواطليه؟ لا يا بيه، بشتغل سريحه في سوق خضار على باب الله كده. كلنا على باب الله. عدي بعد شهر. شهر؟ يا مصيبتي، ده انا بقالي 6 اشهر راحه جايه مع البهوات اللي قبل منك يا بيه، لما رجليا دابت. انا اعمل معروف، انا مش عارفه اشيل امي خالص. انا بقول لك شهر، ما قلتلكيش سنه. الامر لله، استنى شهر. بقول لحضرتك قلتي لي بتشتغلي ايه؟ سريحه في سوق خضار، ببيع فاكهه وخضار. يعني تؤمر باي خدمه؟ ابدا، هو سؤال واحد بس. اتفضل. سؤال 2 3 10 براحتك. هي الطماطم مالها شحه اليومين دول في السوق؟ امال سموها مجنونه ليه يا سعاده البيت؟ عشان يوم في العالي ويوم في الواطي. لكن وحياه غلاوتك عندي بكره هجيب لك قفص مش موشش. يعني ايه مش موشش؟ هقول لك يعني ايه. اصل القوطه دايما لما يبيعوها يبقى فوق الوش هو اللي حلو، ومن تحت كله معفص وبايظ، بياكلوا له الكتاكيت والفراخ. لكن اللي انا هجيبه لك مورد كده، شكل التفاح الامريكاني. كتر خيرك يا ست. بس بقول لحضرتك ايه، حاول تخلصني من موضوع امي ده، بس تعبت قوي من المشاوير. طيب بلاش بكره، خليها بعد اسبوع. وتسلمني الكرسي. ربنا يسهل، بس اوعي تنسي المجنون. انساها ازاي؟ دي المجنونه هعقلها لك واجيبها لغايه عندك، تستاهل بق. عن اذنك. اتفضلي. ما اتجوزتش من 10 سنين. رجاله ما عندهاش نظر صحيح. بختك يا ابو بخيت. اعدي امتى؟ يا ساتر يا رب. بتقولي المرحوم جوزك بيشتغل ايه؟ طربي. يا ساتر يا رب. الحمد لله، ربنا ستر. الحمد لله. امال صباح فين يا جميله؟ في الحي عشان امر الازاله يا حسن. الحمد لله، انا كنت فاكرها في الخناقه. انت ما كنتش معاهم؟ لا، انا كنت في سوق الفاكهه بعت عربيات البضاعه. يا دوبك سمعت عن الخناقه كانت الفضل. فضها المعلم عرفان ابو هشيمه ومعلم بدر الدين، وكله نزل عليه سهمله، ولو كانوا اتاخروا شويه كنا خدمنا بالصلاه على النبي. انت مره تانية هتاخدي خبطه مش هتعرفي تقومي منها يا ذكيه. انت مالك يا وليه ومال خناقات الرجاله؟ بتحسني روحك فيها ليه؟ اصلا بتنتقم منهم. مدوباهم 3 يا ام حمدي، وروني الوين. والله الرجاله هي اللي صعبان عليا. بقول لك ايه يا جميله، لما تيجي صباح قولي لها ان انا سالت عليها. الله، ما تقعد تاكل معانا لقمه. لا يا ام حمدي، متشكر.
انا هفطر مع صباح لما تيجي، وبالمره اشوف ايه اللي حصل في مشكله ولاد ابو هشيمه وولاد الديب، اصل كلهم متجمعين عند المعلم ابو دومه قعدة عرب. يلا. يعني ايه يا معلم عمر؟ يعني انت اللي ابتديت يا معلم سعداوي. مش كده يا معلمين، في حكم للسوق والسوق حكم. ولا الرجاله دول مش عاجبينكم ولا ايه؟ واذا كنتوا هتفضلوا تتناجروا بالشكل ده انا همل القعده واقوم. ولا ايه يا معلم بدر انت والمعلم عرفان؟ وبعدين يا معلم سعداوي خلاص خلاص. استهدى بالله يا عمر. كبير السوق قاعد معانا. كبير السوق كلامه على عيني وراسي يا عرفان. هو ده كلام المعلمين، والتفاهم يكون بالهداوه. احنا قاعدين قعده الرجاله لاجل من الصافه، واللي له حق عند التاني هناخده له. ولا ايه يا معلم بدر انت والمعلم عرفان؟ عندك حق يا معلم ابو دومه، احنا بنقعد في السوق يا اخوانا اكتر ما بنقعد في بيوتنا. المعلم عرفان كبير وما يرضاش بالغلط. انا كمان ما يرضينيش الغلط يا معلم بدر، وانا مسامح في حقي. وانا كمان لو ليا حق مسامح فيه. هو ده كلام المعلمين، والحمد لله اكده احنا اتصفينا. يلا كل حي يقوم يشوف شغله واكل عيشه. متجمعين عند النبي يا معلمين. اهلا بيك يا معلم عاشور، نورت السوق. الخطوه العزيزه دي. كويس ان كلكم متجمعين للخير ان شاء الله. خير. الفرح بتاع بنت بنتي يوم الخميس الجاي، وان شاء الله كلكم هتنوروني وتنوروا الفرح. اهلا بيك نورت السوق والله يا معلم عاشور. اهلا وسهلا والف مبروك يا سيدي. انت تنور يا حسين باشا. مواعيد ايه؟ ده مكتبك، تيجي في اي وقت. على فكرة الطلب بتاعك اتوافق عليه. الف الف مبروك. انا بنفسي شايفاه في البوسطة. حاضر. لا ده وعد هجيبهولك لغاية عندك. مع السلامة. شكرا يا مدام مهجة. على ايه يا حسن بيه؟ دي حاجة بسيطة خالص. انا هستناكي. وانا هجيلك بعد الشغل. اتفضل يا حمدي بيه. شكرا يا مدام مهجة. وانا هخش امتى يا مدام مهجة؟ يا صباح انا قلت لك عدي الاسبوع الجاي. الله، ما انا قاعده من الصبح وكل يوم على الموال ده. هو في ايه؟ خيار وفقوس؟ خيار وفقوس؟ انت فاكره نفسك هنا فين؟ في سوق خضار؟ انت هنا في مصلحه حكوميه. ما انا عارفه ان انا في مصلحه حكوميه وعايزه اقابل البيت. الاوضه هتتهد فوق دماغتنا وهنترمي في الشارع. قلت لك الريس مش فاضيلك، وراه شغل غيرك. انا عايزه اعرف بقى، احنا ما نشبهش الناس اللي دخلوا دول ولا ما نشبهش؟ وطي صوتك، الريس لو سمع مش هيحصل لك كويس. الريس هو في ايه؟ كل ما اروح حته تقولوا لي الريس، اروح البوسطه يقولوا لي الريس، اروح الشؤون الاجتماعيه يقولوا لي الريس، اجي هنا تقولوا لي الريس. انا اللي اعرفه للبلد دي مفيش الا ريس واحد بس. انت كده بتتكلمي في السياسه وبتحرضي الناس على الشغب. انا هطلب لك البوليس. البوليس؟ اطلبي البوليس، اطلبي النيابه، اطلبي اللي انت عاوزاه يا حبيبتي. البيت هيتهد فوق راسنا، ويا روح ما بعدك روح. سيد يا سيد، تعالى شوف الست دي طلعها بره. خوفتيني بس السيد. بره. طب ودين النبي، ده انا طالعه من هنا على المحافظه عدل، هشتكيكي للمحافظ يا بؤجه هانم. تعالي معايا بس. اوعى لما اخد البوك بتاعك. اهو تعالي يا صباح، هفهمك. البره قال انا بؤجه. ايه يا صباح؟ حد يقول لمديرة المكتب كده بؤجه يا صباح؟ يا شيخ ما حاجه تحرق الدم، بؤجه ولا موجه اهو كله محصل بعضه على نفس الوزن يا اخويا. يا صباح لا، الوزن يختلف كتير. دي موجه يا صباح قد كده والبؤجه قد كده يا صباح. خلاص يا سيدي، انا مستعده اشيل البؤجه دي على راسي، بس تخليني اقابل رئيس الحي. لا رئيس الحي لا يا صباح، لا امال مين اللي هيخلصني من المصيبه دي؟ انا هخليكي تقابلي اللي خلص لك كل حاجه، بس اهم شيء كتمي وافتحي مخك. افتح مخي اكتر ما هو مفتوح، ده مفتوح ببراد شاي وكتموهولي بيمكن كيلو بن ولسه بتقول لي افتحيه. براد شاي ايه وكيلو بن؟ انت جايه بقهوه يا صباح. بطلي لسانك ده اللي عامل زي الفرقله، وفتحي مخك وسلكي الامور وسايسي المسائل. اسايس الامور واسلك المسائل؟ الله، انت تقصد ايه؟ يلا بس يلا هات الفلوس يلا، هات يلا. يلا خد في ده. جرايه ولا انت وهي انتوا على طول كده بتتخانقوا؟ ما تصطبحوا طول يا صبح. ايه يا اختي ده؟
صباح الخير يا هدى، ازيك يا سرايا؟ صباح الخير يا صباح، حسن سأل عليك. هو جوه في السوق؟ من بدري. طب يا اختي ما تحرمش منك، نهار ابيض ان شاء الله. الكل يا بوحه. صباح الخير يا ابو حسن. صباح النور يا صباح. ايه السوق ماله؟ حاله نايم ليه؟ عم خمسينة برادين شاي للمعلم بدر والمعلم سعداوي الديب. ازيك يا صباح؟ ازيك يا نبو؟ الحمد لله. شفت يا صباح وشك حلو ازاي؟ ده السوق نايم من الصبح. ليه كفالة الشر؟ الصبح كان في خناقه كبيره قوي في السوق يا صباح. يا مصيبتي، مين اللي كان بيتخانق؟ ولاد الديب وولاد ابو هشيمه. تاني؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ الشاي يا نبوي، احنا مش قد المعلم سعداوي. ماشي. يكفينا شره. اللي قول لي يا ابو حسن، حسن كان في خناقه؟ لا يا بنتي. طب الحمد لله. خدي بقى لو سمحتي وانت ماشيه سلمي البراد الشاي ده لحسن في سكتك. عقبال ما يشرب شرباتكم يا رب. ايه يا حمار؟ امسك يخرب بيتك يا حمار ده. كل يا بوحة، كل يا بوحة مصبح يا صبوحة. الله، مش تحاسب يا حمار، دي صبوحة يا ابن الجحش. والله ما جحش الا انت. الله الله الله، ما تزعليش نفسك كده قوي. اذا كان على البراد نجيب لك براد تاني. لا عايزه تاني ولا تالت، وخد زميلك بقى واتكل على الله. زميلي والله مقبولة منك يا جميل. يا بارد يا كبلة يا تلح. جرى ايه جرى ايه يا كوز قشطة ماشي. كب علينا حبة محبة ولا احنا ما نسواش. والله ما تسوى الا الشبشب ده. لا 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 اضربي اضربي يا بوحة. ضرب الحبيب بالمداس زي اكل الزبيب وكلاش. يا تلم يا بارد. انا بارد برضه. ما تنام امال يا قمر. تعالي تعالي اوصلك بعربيتي لحد فرشتك. يلا. عربيتك ايه يا منت اللي هركبها دي؟ وصلت كده يا بنت. يعني ايه احنا لا مؤاخذه في دي الكلمه يعني ما نشبهش. انت بتنسر على اجسادك، انت ما تستاهلش على ده اضربك بيه. طب يا بنت هنروح الناس تتفرج علينا. والله لا انت خلاص. عم حسن يا عم حسن الحق. فين يا حمدي؟ خدت صباح. ايه؟ صباح؟ تضربينا يا صباح؟ انا حاطه عجبتك. نعم يا صباح يا بنت المسامح كريم. اصطبحوا وقولوا يا صبح. معلش لا انا بقى معلش يا صباح. انا ده عيني الرجاله. ايه هي وصلت لعينة الرجاله؟ ايوه اوعى وليا انتوا اوعى مره. خد الراجل الكبير ده وابعد عنه. انا هوريك عرة الرجاله يا بنت. بس ولا انت ايه؟ بترفع ايدك على ستك يا معفن. الله يسهل له. الله يسهل له. الله يسهل له. الله يسهل له. الحلوة عندنا ومحدش قدنا. الحلوة عندنا ومحدش قدنا. 25 26 مين يزود؟ 27 مين يزود؟ 28 28 مين يزود؟ 23 مين يزود؟ 30 مين يزود؟ 31 مين يزود؟ 31 مين يزود؟ 31. شفت يا معلم اهو الكل انضر بسببك. عاجبك وقف الحال ده؟ ربنا ما يجيب وقف حال يا معلم. النظريه كلها عرض وطلب. يا اخويا انا ما بفهمش بالكلام الكبير بتاعكوا ده، بلا عرض بلا طول. انا قدامي اللي انا شايفه. يا رياض يا رياض. نعم ايه يا معلم؟ تحت امرك يا معلم. اخبار المزاد بره ايه؟ محدش من السريحه عايز يزود عن 31 يا معلم. السعر اللي رسي عليه المزاد قبل الخناقه لا مؤاخذه. خزن البصل يومين. يا معلم يعني بعد اذنك الكميه كبيره وهتملى المحل على الفاضي. الكلام اللي بقوله لك تنفذه وانت ساكت. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ حاضر امرك يا معلم حاضر. اهو ده الكلام يا معلم بدر. خلاص اسحب البصل يا سعداوي. تمام عليك نور. عشان يتربوا. ده عايزين يلعبونا مش عايزين يشتروا يا معلم. هم ليهم حق يزعلوا برضه. الله، بتزغلل عينيهم وتخفض الاسعار وبعدين ترجع ترفعها تاني. يرضي مين ده بس يا سعداوي؟ ما هي جت بفايده يا معلم بدر. شوف كمان يومين السعر هيبقى كام. يا سعداوي الخساره القريبه ولا المكسب البعيد؟
خسارة ايه وبعيد ايه بس يا معلم بس؟ اوعى انت وهو. انسى بقى يا عبده يا جزره، انسى. ماشي هنسى يا نور، هنسى. ما تسيب يعني شكايتنا يا ابو علي، ولا انت استحليتها يعني؟ والله ما كانتش عشم يا حسن. انت تضربني انا بالقلم. واقطع خبرك من الدنيا كلها. انت واي بني ادم يحاول يرفع ايده على صباح، فاهم ولا لا؟ فاهم، بس انا ما اديتش ايدي عليها، والناس دي كلها تشهد. هي اللي ضربتني بالبرادعه. انا نافوخي، نافوخي. والمره الجايه هفتح لك نافوخك نصين. سامع يا ابو علي؟ سامع؟ انت هتسيح تاني؟ اتلم يا وليه انت وهي، ولا انتوا راضيين على التلسين اللي بيلسنوا عليكم في الراحه والجايه؟ لا يا حبيبتي بقى، مش كل الطير اللي يتاكل لحمه. وليه الغلط ده بقى يا بوحه؟ احنا نسوان متجوزين، وانتوا متجوزين رجاله، انتوا متجوزين عرة الرجاله، سقط يعني. انا لو كنت عاوزه جواز ولا بقول يا جواز كنت اتجوزت من زمان قوي، بس فين النفس؟ خلاص بقى يا صباح، كفايه كده. ايه انت عايز تضربني ولا ايه؟ خدها يابا من هنا. تعالي يا بنت، تعالي تعالي. ماشي يا سي حسن. تعالي. يلا كل واحد يروح لحاله، كل واحد يشوف مصلحته. اتفضلوا. وانت حسابي معاك بعدين. غور. خد يا مفتوح. ايوه يا معلم. تقب وتغطس وتجيب لي الواد النبوي والواد عبده جزره من تحت تقطيع الارض. طياه يا معلم. طياه يا معلم، طياه يا ورق. تسلم ايدك يا ابو حسن. اله لا يكسبك ولا يربحك يا زفت يا اللي اسمك عبده جزر انت. حسبي الله ونعم الوكيل. يرضيك يا ابو حسن؟ يرضيك اللي عمله فيا يا حسن؟ عايز يضربني بالقلم؟ يا صباح يا بنتي، حسن ما يقصدش. صباح عن اذنك يا عم 50. ما تقولي لي يا ابو حسن احسن. استني بس يا صباح. اوعى نزل ايدك ما تلمسنيش. تعال يا حسن يا ابني، سيبها السعادة. عاجبك يابا اللي بتعمله البيت ده؟ ما انت كمان ما يصحش اللي انت عملته فيها ده. اهدى اهدى اهدى. ورقة الخص دي تسيبها على خدك، وهنغيرها كل ساعة، الورم هيفش على طول. انت هتعمل فيها يا دكتور؟ عدوا عايز ايه انت راخر من زفت الطين؟ انا مش عايز حاجة، انا مش عايز حاجة. عم سعداوي قاب دنيا عليك، قال لي هات مقفاه وخليه بطل عبط. انا بطل عبط. يا ابن الهبله، وما تعرفش المعلم سعداوي عايزني فيها انا فتوحي. انا مش عارف حاجه، انا مش عارف حاجه. اقدر انت عملت عمى سودا هو على اخره وعمال ينفخ كده اهو. استلقى وعدك يا عبده يا جزره، هروح اجيب لك حزمه خص للخد التاني. بقول لك ايه، انا هخلع، انا مش حمل كف من المعلم سعداوي بدل ما ينوبني من الحب جانب. ابوي معلم سعداوي عايزك انت عبد. انا كمان؟ هو انا عملت ايه؟ استرها يا رب. لا 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 يا سيدي المعلمين، بلاش الخد ده، لو ايدك بتغلك قوي. اديله كمان، تسلم ايدك، اديله. خد تعالى، خد هنا. ايه يا معلم؟ في ايه؟ يا سيدي اديله. خد يالا. امر يا معلم، امر. جاي على فين؟ يلا يا عبده، انت بتعط فين من الصبح وسايب شغل؟ هقول لك يا معلم سعداوي، هقول لك على كل حاجه، بس الله يستر اصلك. لو عايز تهزقني بلاش تهزقني قدام الناس، بيني وبينك اعمل فيا اللي انت عايزه، وانا خدامك يا معلم، بس عشان خاطري، عشان هبتي بس وسط السوق. هبتك؟ هبة ايه يا ابو هيبه؟ انت نسيت نفسك غدا ولا ايه؟ ما بلاش تكسر بنفسي بقى يا معلم سعداوي. الله، ده انا راجلك طول عمري ورقبتي فداك، بس كفايه اللي حصل لي النهارده وكسرت نفسي فيه قوي. عيل يضربني كده قدام الناس كلها. عيل مين يا ولد؟ حد من عيال ولاد ابو هشيمه؟ يستجروا ولاد ابو هشيمه؟ ده انا كنت قطعت رقابيهم قدام السوق كله، فرجت عليهم الخل. عيب يا معلمه، ده انا راجلك ومحسوبك.
قال مين يا واد ما تنطق؟ صرصار صرصار يا معلم، ولا يسوى ولا ليه ذكر ولا قيمه. واقول له عيب ده احنا الاتنين شغالين عند المعلم سعداوي الديب على سن ورمح. المعلم سعداوي كبير السوق تما، كل ما اقول له كده بعلبه يزود ضرب لو ايه، ويقول لي قدام الخلق كلها انا شغال عند المعلم بدر الديب وبس. نافش ريش واو على حس المعلم بدر يا معلمه. ما انت قاعد وتقول مين؟ حسن خمسينة خطيبك. ايوه حسن يا ام حمدي، امال هيكون مين بس؟ يمد ايده عليكي، إلهي ينشك في ايده. بعد الشر عليه ان شاء الله اللي يكرهوه. بطلي دعاء عليه يا ام حمدي. حقك عليا، انا غلطانه، انا لساني ده عايز قطع. ترى ايه يا صباح بقى يضربك ويمد ايده عليك وكمان بتدافعي عنه؟ مش خطيبي وهيبقى جوزي يا اختي، مش لما يبقى. يا اختي الله هو اكبر، هنتجوز ان شاء الله ونبقى زي الفل. خلاص حقك عليا، انا مش هتكلم تاني، ولو نطقت تبقى تضربيني باللي في رجلي. يا داخل بين البصله وقشرتها مينوبك لا كملي يا جميله، عندك حق، انا استاهل اكتر من كده. مبسوطه ولعتها وخليتها زي نار. معلش يا ام حمدي حقك عليا، ما تزعليش مني يا اختي، انت زي اختي، ما كنتش احكي لك احكي لمين بس. خلاص يا حبيبتي. يا دماغي، يعني على الصداع اللي في دماغي يا اختي، راسها هتولع من الخبطه بتاعت امبارح. مالك يا صباح؟ ما قومي يا بنت انت يا جميله، روحي هاتي برشامه صداع لاختك، قومي. تعالي معايا يا تفاحه، اجيب لكم معايا شاي. ما تجيبيليش سيره الشاي، بكرهه ومش عايزه اسمع اسمه. وما تتمرعيش انت وهي وتتحججوا بيا، ارجعوا على طول يا اختي. حاضر. وريني اهي يا ام حمدي اهي. يا اختي هو ضربك بايه؟ ضربني ببراد الشاي امبارح. الهي ينشك في ايده، ابوكي حنفي ابو راسين ابن بهانه العرجه، هو لا يرحم ولا يسيب رحمه ربنا تنزل. يا اختي لساني تاني، اهدى. طب ما بتقوليش بعد الشر ليه؟ ما انت بتدعي على ابويا يا ام حمدي، لو كنت بتدعي على حسن كنت قلت بعد الشر. وهو من يوم ما قعد لنا في البيت وهو مقضيها شاي وقهوه وشيشه واللازم منه. وعلى حسابك اكل ومرعى وقله صنعه. وحي بقى لو قلت له انزل اشتغل جيب لك قرشين ولا حاجه، يبقى يوم اسود ما طلعتلوش شمس. ايه الوكسه اللي احنا فيها دي؟ اعمل ايه؟ نصيبي كده، اتكتب عليا الشقه. انت عايزه الحق؟ مين بس اللي هيرضى يشغل واحد خريج سجون وسمعته مش ولا بود؟ ما ياما ناس بتسرق وربنا بيتوب عليهم وبيشتغلوا ويبقوا زي الفل. امال بقى لو كان سرق له سرقه كبيره بنك ولا خزنه كان زمانه عظموا له تعظيم سلام. عندك حق فعلا، هم بيبقوا سارقين ويجوا ماشيين كده كل واحد يديله تعظيم سلام في الرايحه والجايه. ويا بيه ويا باشا ويا محترم. وكمان لو سرق سرقه عجله، الا سرق عجله قديمه ب3 رجلين. عجله وب3 رجلين؟ ده ايه الوكسه دي؟ وايه بقى؟ عمال يحلف ويتحالف ان ما مدش ايده ولا سرق وان السجن ظلم. يا ما في الحبس مظاليم. هنعمل ايه بختي بقى يا ام حمدي؟ معلش، الصبر يا حبيبتي. ده انا مكسوفه منه، مش عارفه اوري له وشي. هو مين ده؟ الصبر يا ام حمدي، اللي كل ما يشوف وشي يقول لي يا بارده يا تلمه يا اللي ما عندكيش دم، كفاياكي صبر. انت ايه ما بتزهقيش؟ بطلوا ده واسمعوا ده، الصبر بيتكلم. انا بقى خليته يتكلم، وقريب قوي من صبره هتلاقيه بيقول يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ايه ده؟ انت بتصوتي ليه يا بنت توي؟ يا سيدي المعلمين تفرد وشك، ما انا عامل زي الجعضيط كده، هنجيب لك كآبه افرضي اللي هم 13. لا الله يسترك، ما عادش مكان خاص في وشي وهيموتش كل شجره خاص. استرك لا خد يالا. هتعمل ايه؟ خد دول. انت هتديهم لي دول عشان ايه تضربني بيهم؟ لا مش خد يالا. حاضر. ايه دول يا معلم؟ هعمل بيهم ايه دول يا مؤاخذة؟ دول عشانك. ايه؟ عشان انا؟ الفلوس دي كلها عشان انا يا سيدي المعلمين؟ ايوه. روح يا معلم سعد يا اصيل، ربنا يكبر خاطرك يا كبير السوق، يا ناصرني يا مقويني رافع راسي يا معلم حسي. ده انا من غيرك والله العظيم ما اسوى بصر يا معلم سعد. ولا حتى فجل.
وبكره انا هاخد لك حقك من الواد حسن. لازم يا سيدي المعلمين عشان الواد ده بقى طايح في السوق. خلاص قلت لك هكسر شوكته، هشغله بكره من اول النهار وهقطم وسطه. سلام ورحمه الله وعليكم السلام. اهلا يا معلم بدر. يا معلم سعداوي، هو ايه اللي بكره من اول النهار ده؟ لا ده انا بكره عندي كام نقله كده وتعتيقه ومحتاج، ما انت عارف المزاد بتاع طنطا. ايوه كنت محتاج الواد حسن، لو انت مش محتاج له يعني عشان انا مقصر مع الرجاله. لا انا ما عنديش غير نقلتين تفاح، لو عايزه بيت عليه. مش مروح ولا ايه؟ انا كنت مستنيه. طيب يلا بينا. يلا بقول لك يا عبد، تعال تقلي شويه بصل وتوديه على البيت على طول. من عينيا يا معلمه، من عينيا حاضر. بس انا مش فاهم ايه حكايه البصل معاك، ايه ده؟ كل يوم شويه. 4000 ونص المعلم فهيم، واللهم صل على حضرة سيدنا النبي. 5000 ونص الحاج وهبه الجمل. اتصل بالحاج وهبه وقول له بعت لنا دفعه تحت الحساب من الفلوس اللي عنده. هو عنده 14350. انا كلمت معلم عمر النهارده وهو وعدني ان بكره ان شاء الله هيبعت لنا دفعه 10000 جنيه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اخدت فلوس من الخزنه يا عمر؟ يا عرفان 25000. ولا مؤاخذه يعني بتوع حق مين من القماطين؟ لا دول علشاني وقيتهم في الدفتر. 25000 جنيه؟ انت لسه من كام يوم واخد 15000. المعلم عمر ايدهم بنفسه، معلم عرفان في الدفتر. عارف يا اخوان المعلم عمر ايدهم بنفسه في الدفتر. امال ايه يا عرفان؟ بقول لك فلوس لازماني. ايوه بس ده كتير قوي يا عمر. يا اخويا تصرف اكتر من 40000 جنيه في الشهر انت وجماعتك وبنتك. طب بتصرفوا في ايه؟ بقول لك ظروف وفلوس وكنت محتاجها وقيتها في الدفتر. كمل الشغل كمل الشغل. يا معلم عمر المعلم عرفان ما يقصدش. يا معلم 40000 جنيه في شهر هو ونفرين. ايه الافتراء ده؟ عمر في ايه؟ مالك؟ مفيش حاجه، مش عايز اتكلم في اي حاجه خالص. الله، هتخبي عليا على مراتك حبيبتك؟ انا مش مخبي اي حاجه. اكيد مشكله في السوق برضو. ما انا قلت لك يا عمر سيبك من السوق، افتح مكتب محاسبه او اي مشروع تجاري. ليه ما تشاركش شوكة جوز اختي جيجي في مصنع العطور؟ انا مش هخلص. جيجي وشوكت وجيجي، انا زهقت. يا عمر انا عايزاك تستريح بدل التوتر اللي انت فيه ده كله. فلوسك تحطها في مصنع العطور احسن من الشغل في السوق مع المعلم عرفان اخوك. شغلي ما تتدخليش فيه، انا حر فيه. انا صاحب الفلوس وصاحب المال، وبعدين دي الشغلانه اللي انا بحبها اللي ورثتها عن ابويا وجدي. ماشي يا عمر ماشي، بس ده مش من مقامك. انت راجل متعلم معاك بكالوريوس تجاره، مش معلم في سوق الخضار. في معلمين في سوق الخضار ولادهم بيشتغلوا معاهم دكاتره ومهندسين ومحامين كمان. بس انا شايفه يا عمر انت ما تشوفيش، ما تتدخليش في شغلي. وعلى فكره انا عمري ما هتكسف ان انا المعلم عمر ابو هشيمه، لا قدام جيجي ولا شوكت ولا الجن الازرق، وكفايه بقى. ليه كده يا عمر؟ ليه؟ ده انا بحبك. يا ريت الكلمه دي تكون من قلبك يا كمال، يا ريت.
ايه الجريمه اللي انا عملتها دلوقتي؟ مش عايز اتكلم في الموضوع ده دلوقتي. لا انا عايزه اتكلم. منعت نفسك من الخلفه وده ضد اراده جوزك. انا ما منعتش نفسي من الخلفه، احنا عندنا نور وربنا يخليها لنا. وكان ممكن يبقى عندنا اولاد تانيين، بس انت بقى والاسباب تافهه جدا ما رضيتيش. ليه؟ خايفه على جسمك، خايفه على مشاكلك. انا مش عارفه تفكري ازاي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا عمر انا اتعذبت كتير يوم ما خلفت نور، وبعدين قعدت 2 واكتر لغايه ما خسيت وبقيت كده. خسيتي ايه وتخنتي ايه؟ انت مش طبيعيه. نعم؟ ايه يعني مش طبيعيه؟ مجنونه عشان عايزه احافظ على مظهري وشكلي؟ انا ما قلتش انك مجنونه، بقول مش طبيعيه. يا كاميليا انا من حقي كل ابن لكل وريث يكمل المشوار بعديا، زي ما انا عملت بعد ابويا وجدي وعم الله يرحمهم اللي احنا عايشين في عزهم لحد دلوقتي. ربنا يديلك طول العمر. افهمي يا كاميليا، الراجل مننا في السوق دراعه اليمين ابنه يبقى سنده هو اللي بيكمل بعديه. فلوسنا بتبقى مبعتره في السوق يمين وشمال. لو جرالي حاجه لا قدر الله، انت ولا نور هتقدروا تنزلوا السوق تقفوا بدالي؟ طبعا لا. هتبقى كل حاجه في ايدين عرفان وولاد، وانت عايزه كده؟ ياه كفايه بقى، كل يوم والتاني تفتح لي الموضوع نفسه. كفايه. اصلك مش حاسه باللي انا حاسس بيه، مش حاسه بيه ابدا. بنت ربنا يخليها مسيرها في يوم من الايام تتجوز ويبقى لها ولاد، مش هيشيلوا اسمي، هيشيلوا اسم ابوهم. محلات ابو هشيمه مين اللي هيمسكها؟ اسم مين اللي هيتحط عليها؟ لازم الاسم اللي يتحط عليها يبقى من دمي، من لحمي، من صلبي. انزلي السوق يا كاميليا وشوفي، هتلاقي كل المحلات مكتوب عليها محلات فلان الفلاني وبين قوسين وولده. وولده يا كاميليا، فاهمة؟ مرة قلت لك النجاسة دي ما تدخلش البيت ده تاني. ارمي الكلب ده من ايدك. علي اخويا. ايه؟ في ايه يا معلم؟ عمل ايه ده كله؟ قطع ابنك علي ده وسنينه. ربنا يحميه ويحرسه بعد الشر. عمل ايه يا معلم؟ ما انتش شايفه؟ 100 مرة قلت له ما تدخلش الكلب هنا في البيت، ومفيش فايدة، ما بيسمعش الكلام. يلا بنت عدي قدامي. عيل يا معلم وما يفهمش حاجة. كلب الحراسة مش نجاسة. بس يا علي اسمع كلام ابوك، ده الابيض في الكلاب نجس، ابويا الله يرحمه كان بيقول كده. فالح يا اخويا راح تربي لي كلب، ده بدل ما تاخد بالك على مدرستك ودروسك يا خايب. تعالى يا شريف. قول يا ابني، النتيجة هتظهر امتى؟ بكرة اهو. الأول بإذن الله. نفسي أشوفك دكتور كده علشان ترفع راسي قدام عمك ومعلمين السوق كلهم. يا خايب اتعلم حاجة من أخوك الكبير تنفعك. شوف دروسك بدل ما انت قاعد تربيني في كلاب. يلا يا معلم، يلا غير هدومك، يلا اطلع. خلاص يا علي ما تزعلش. علقك فوت ولا حد يموت. مش انت قلت يا شريف ان كلب الحراسه مش نجاسه؟ ما قلتش ليه لبابا؟ ها؟ ولا كل حاجه حاضر ونعم حتى لو غلط؟ ده بابا يا علي. عارف يعني ايه بابا؟ يعني هو ده اللي مزعلك يا معلم عرفان؟ مش عايزين ازعل. يصرف اكتر من 40,000 جنيه في الشهر وما زعلش، ويا ريته بيصرف الفلوس ده في حاجه عدله، الا كلها مصاريف في الهوا. ورثه عن عم الله يرحمه، هو حر فيه. ورثه هو حر فيه، لكن الفلوس اللي خدها دي بقى مش ورثه، دي شقايه وتعبي، شغل في السوق لحد ابويا الله يرحمه ما مات. كان فين بقى هو ساعتها؟ كان بيتعلم يا معلم، حقه الشرعي. حقه يصرفه في المفيد، وحق عليه وانا اخوه الكبير ان انا وعيه. المعلم عمر مش صغير وبيعرف يتصرف. لا بيعرف يتصرف ولا حاجه،
وده لو بيعرف يتصرف صحيح وعارف مصلحته كان اتجوز اللي اتجوزها دي. ست مش من توبنا. القسمة والنصيب يا معلم. عندك حق، القسمة والنصيب. راح كسر كلام ابويا الله يرحمه، وبعد ما خطب بنت ابويا صالح سابها وجري ورا البت التلميذه زميلته بتاعت الجامعه دي. كان جرى ايه لو كان اتجوز بنت ابويا الحاج صالح؟ الراجل مات وساب لها شيء وشويات، وراح جري ورا البت بتاعت الجامعه دي المتعنطزه اللي ما حلتهاش اللضه. يعني انت يا معلم اتجوزتني عشان حلال ابويا الله يرحمه؟ الكلام الفارغ اللي انت قلتيه ده، انا اتجوزتك عشان انت بنت عمي، دمي ولحمي، هتخافي عليا وهتصونيني وتحمي فلوسي. على العموم فلوسك موجوده يا اختي، لو عايزاها خديها. انت زعلت يا معلم، حقك عليا، ده انت خيرك مغرقني. ربنا يزيدك ويزود مالك ويخليك ليا يا رب. بس الفلوس مش كل حاجه، في غلط يا رؤية. انت اصلك قافله على نفسك في البيت وما انتش دريانه بحاجه. السوق مش كده. السوق بقى اللي معاه قرش يساوي قرش، واللي ما معهوش ما يساويش. كله بالحساب. مش في الجواز يا معلم؟ لا في الجواز يا ستي. هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام مش قال ما معناه تنكح المرأة لأربعة: مالها وجمالها ونسابها ودينها. صح؟ صح. وقال كمان ما معناه ان الست اللي عندها دين احسن من غيرها. رؤية، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ونعم بالله. قصر بقى يا معلم، قصر لحسن انت وجعت قلبي. القلب وما يريد. مساء الخير عليك. مساء الخير يا اختي. واحدة خلاص هتطق من جنابها. عارفة ايه الذل اللي احنا عايشين فيه ده؟ واحدة ما تتفش وترتاح بقى. يا نهار اسود، اوعي تقولي كلمة زي دي تاني ولا اسمعها من بق. هعمل ايه بس يا صباح؟ انت ذنبك ايه يا اختي تستحملي الغلب اللي احنا عايشين فيه ده؟ واخرتها كمان تتضرب من ابويا، يعني لا حمد ولا شكرانية. يا ست انا راضية، اتضرب عشان خاطركم وعشان خاطر امي المسكينة دي. ربنا يخليكوا ليا. قولي لي يا اختي عملتي ايه النهارده؟ الحمد لله جبرنا وحسبت المعلم كمان. طب يا اختي الحمد لله. ذاكري يا رضا عشان تنجحي. تذاكر يا ام ملحق، لو نفعتي ابقي تعالي قبليني. في ايه يابا؟ ما تسيب البنت تذاكر، على الاقل تطلع واحده فينا متعلمه بدل الخيبه اللي احنا فيها دي. انت عاوز حاجه اعملها لك؟ هتعشونا ايه النهارده؟ بتنجان جت كل باله، كلوه انتوا مش واكل. تعالى كل بصارة عمايل مذاكر حنفي. بصارة؟ لا هدي افتح من البرنجان. رضا قوم يا جميل، تعالى جايبه لكم كفته سخنه مولعه. الله انت مش هتاكلي معانا ولا ايه؟ انتوا لما تاكلوا كاني كلت ياما. اقول لكم ايه؟ كلوا وانا هراقب لكم الجو. لا اخي سيبك من الجو، كلي بس حته كفته. طب كلي ياما كلي. خدي يا صباح. هاتي يا حبيبتي. كلي يا بنتي. ايه ده بتاكلوا ايه؟ ياما. ايوه جاي. ادي الشاي كشك وادي الشاي 50. على مين بقى يا معلمين؟ ما تصبر يا ولد، اصبر، ما تبقاش لحوح امال. ماشي لما نصبر. الله، ايه يا ابو علي مالك سرحان في ايه؟ الواحد عاقل، الشاي برد. الشاي بتاعي انا سخن ملهلب. ما خلصنا اللعب خلاص. يقطع القط وسين القط. هو انا ماليش الا انتوا ولا ايه؟ ما تخلصونا بقى، عايز اشوف شغلي. الله انت اتهبلت يا ولد؟ انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ ايه؟ قاعدين عواله؟ احنا زباين احنا ولا مش زباين؟ يا عم زباين وادي راسك اهي. امر يا عبدو باشا. عبدو باشا ده انت بتتمهزق بيا بقى. عبدو باشا ليه شايفني لابس برنيطه؟ انا المعلم عبدو جزره. المعلم عبدو جزره على سن ورمح. ماشي يا معلم عبدو، تؤمر بحاجه تاني؟ بقول لك اهو، لزوم اللعب ايه؟ مش تطبيق. انت غلب 10 وعاوز يلعب تاني. اللعب ما يزعلش، حكم اللعب 10 سخنين ملهلبين.
ملهلبين قوي. هات لنا بقى طقم تاني وهي قسمت يا لازم. لا قسم ايه؟ انا مش بتاع قسم. انا ما احبش الاسم على اتنين. انا لازم وبس. هي الاصول كده ولا ايه؟ بقول لك انا سك على الشاي وهات لي قهوه ساده وانا تمر. وعندك قهوة سادة للمعلم عبده، وعندك واحد تمر ولله الأمر للعب اللي مش هيخلص النهارده ده في الكراكون. انا اللي عليها الدور. ايوه يا عم العب يلا اهو. الله اهو ده اللعب ولا بلاش؟ العب يا اللي بتلعب وبص على ستك وسك على البوك. قفلت يابا. قفلت ايه يا هبل؟ لسه مفتوحه اهي اهي. ما تقفلش مع عبده جزره ابدا. العب يا هريدي اخرتك على ايدي. ما هو المثل بيقول تبقى ببقك وتقسم لغيرك. العب انا. وبعدين معاك يا عبده يا جزر. انت بتسلمي نفسك وتبطل تلقيع. ما تتلم انت يا حسن، انا مش عايز امد ايدي عليك. انت اللي مش عايز تمد ايدك عليا. اقعد يا ابو علي اهدى بالله، هو ما بيتكلمش عليك. انت مش سامع يا هريدي؟ بيتكلم على الدومينو. دومينو؟ ايوه ماشي ماشي. وادي قاعده. اقعد انت يالا كمل لعب. ماشي يلا دور عليك. بقول لك ايه، هات نص كيلو جبنه اسطنبول. من عينيا يا صبوح. انا مش عاوزه الشرش بتاع عينيك ده، انا عايزاها ناشفه من الصفيحه. ونص كيلو حلاوه سايبه. يلا يا اخويا وزنها لها بسرعه بلاش اللكعه بتاعتك دي. ادي الحلاوه يا حلاوه، وانت تؤمر بايه يا جميل؟ متشكرين قوي. حسابك كام؟ ما تخلي يا عسل. يا اخويا خللوك في برميل تورش يكون مشطشط يلسع جتتك. يا راجل يا بصباص يا فلات يا ابو عين زايغه، ما تقول عاوز كام؟ قولي كمان يا ست. اقول كمان يا ست؟ الواد فاكرني ام كلثوم. كلامك ده احلى من العسل ابو شمع. شمع يكشي يشمعولك المحل على الصبح. يا بصباص يا ابو عين زايغه اللي الدب فيها رصاصه. القلب ما يريد يا صبوحه. قلب عليك وعلى معهد القلب يا حبيبي، هناك يحط لك قطعه غيار. قالوا قلب وجع ودك وجع في قلبك. وهون عليك يا صبوحه، ده انا الدمياطي برضه. بلا دمياطي بلا اسيوطي يا اخويا، انا بس اللي صعبانه عليا مراتك الغلبانه ولا اولادك يا راجل. جوز عيالك بعدين دور على نفسك يا ابو كرش واسع انت. ايوه والنبي يابا عشان خاطر جوزني جميله يابا عشان خاطر. الحقيقي يا صباح. في يا بنت؟ الواد عايز يتجوزها عشان يتشعلق في رقبتي. هو ده طول رقبتك؟ انت قاعد ولا واقف يا واد؟ انا تعالى يا ابن اللهبل يا ابن الهبل، تعالى هنا اهو. يلا يا صباح يلا بسرعه. يلا بسرعه ليه؟ لحسن هيجوزوني لهبل ويجوزوك ابو لهبل. ايه هنصوم ونفطر على بصل؟ طب هوريك. بقول لك ايه، تعالى يا اسيوطي. تعالى يا اسيوطي تعالى، عاوزاك في كلمتين. تعالى. مش مصدق الاسيوطي. تعالى تعالى. يا رب على كل قوي يا عدوي. يلا يا اختي يلا. ما حدش بياكلها بالسهل، الرجاله ما تجيش الا بالسك. يلا بينا راسي وجعاني. والنبي يابا عشان خاطري يابا جوزني جميله يابا عشان خاطري يابا، بحبها يابا بحبها. يا اخي غور من وشي يا اخي. حسن بيبص علينا. شايفاه انا اصلا مصدره له الطرش. اعملي نفسك يا بنت مش شايفاه. يعني عامل ميت؟ لا اعملي حنوتي. يا حلو يصبح يا حلو يبص يا حلو يقول للعدول يهص. والنبي تبسم والنبي يا قط المصاريف عند عبد جزره. وماله عبد جزره ده وقدود. ايه يابا فقري بنت صباح، بس فقري بزلمه يا بنت. ايه يا بنت استطلت على الريحه ولا ايه؟ وكنت صدقتي نفسك. ايه يا بنت ده؟ المسخره اللي انتوا عاملينها على بابي دي مسخره؟ ده انت اللي المسخره تقول لك يا خالتي. جميله عيب، ست كبيره وقد امك ويمكن تخلف امك كمان. ضحكتيني يا صباح.
ده انا يا بنتي اخلف شتك وشتك ان ما عزلتك من السطح يا صباح ما بقاش انا الكتعه وهسلط عليكي عفريت زقنن قد كده يقلق المنام اللي بتشوفيه بالليل. عفريت لما يبقى ينططك يا ام 44 يا ام هويه يا ام سحلول يا ام وردان انت يا ام عفاريت سطوحيلة هتطرديها منه يا وليه على مفخلة الكبير. بيتي وانا حره فيه. ملكك شقلايه ملكك. اذا كنا نسينا اللي جاره هاتوا الدفاتر تنهاره. الله يرحم يا اختي الله يرحم الحاجه زهيره لما ضحكتي عليها وبصمتيها وشفطت البيت يا ام 44 ربنا ياخدك يا وليه. خلاص يا صباح خلاص يا كتعه ما انتوا برضو جيران. على رأي المثل اصبر على جار الساو يا يرحم يا تجيله مصيبه تشيله. امسكي يا ام طارق ان شاء الله. امسكي يا حبيبتي. بيتي وانا حره فيه. ها دي وليه مجنونه. صباح يما ايه ده خضتني هما بيطلعوا امتى؟ ايه يا بنت مالك في ايه مزربله كده ليه؟ شفت عفريت قدامك؟ ايوه شفت عفريت الكتعه. سيبك منها دي وليه مهبوشه. بقول لك يا صبوحه عايزك في كلمتين. لا كلمه ولا كلمتين خلاص فضيناها. شيل ده من ده عندك. ماشي يا صباح بس هما كلمتين عايزك تسمعيهم وبعد كده انت حره. خلاص اطلعي يا جميله انت وانا هحصلك في ديلك على طول. ايوه يا صباح بس لو ابويا سأل عليك اقول له ايه؟ قولوا له عفاريت الكتعه خدتها راحت في مصيبه. اقول لك قولوا له راحت عند ام حمدي. ام حمدي تاني؟ ما انت كل ما تروحي عند ام حمدي تتاخري وانا اللي اخد الطريحه بدالك. يا اختي جمل اختك كلك نظر كده. اطلعي وانا هحصلك على طول بقى فتحي مخك. ما اشوفه عاوز ايه. نعم افندم اتفضل قول الكلمتين اللي انت عاوز تقولهم. مش هنا يا صبوحه. وانا مش هتحرك من هنا. اهدي وعالي يا صباح. بقول لك ايه وحياة ابويا ابو راسين اللي ما بحلف بيه باطل ابدا ما انا متحركه من هنا. ها قلتي ايه؟ ماشي كلامك على عيني وعلى راسي يا صباح. بقى كده يا حسن اهون عليك ترفع ايديك عشان تضربني بيها. تقطع ايدي قبل ما بدها عليك يا بنت. بعد الشر عليك ان شاء الله اللي يكرهوك. يا بنت ده انا بحبك ده انت قلب الخصايه قلب ابو علي. قلب خصايه ايه؟ هو انا هخرطك في السلطه ولا هخرطك في السلطه؟ يعني اناولك تاني واهون عليك. ما تهونيش عليا يا صباح غصب عني. ده انا واقف في السوق وايدي متكتفه. خلاص افكها لك. مش القصد يا صبوحه افهميني انا راجل جدع وسيد الرجاله كمان. سيد الرجاله بس ايدي مش طايله. ما ديني قدامك اهو فتح مخك بقى. ده انا صبري نفس. وانا اكتر منك يا صباح بس اعمل ايه؟ العين بصيره والايد قصيره. قله الحيله هي اللي قتلاني. ما تقولش كده ده انت ب100 راجل. انا ايدي دي يا صباح لو مديتها هتطول السما ولو طلتها هلاقي الحدادي كلها بتحوم حواليا. لعلمك انا ما قلش عن اكبرها معلم فيك يا سوق رود الفرج. مجدعه تلاقي شهامه تلاقي مرجله تلاقي. طب قولي لي يا صبوحه في حد في سوق رود الفرج ده كله بيشيل الطن على ظهره غيري؟ طبعا لا. بس الدراع لوحده مش كفايه. الدراع محتاج للقرش جنبيه عشان يحميه. كل ده علشانك انت يا صبوحه. كل ده يهون الألم يهون الحمل يهون وتفضلي لي انت يا صبوحه. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده انت بتقول كلام جامد قوي ما سمعتوش في كل افلام السيما ولا في فيلم غرام وانتقام كمان. لان الفيلم بتاعي انا يا صباح غرام في غرام ما فيهوش اي انتقام. انا اتخلقت عشان اشوفك وانشغل بيكي وتلغيني والغيكي ونتقابل ونتمشى على الكورنيش ناكل ذره مشوي ونروح سيما رود الفرج. طب تعالي شايفه القطر ده؟ انا نفسي انا وانت نركب القطر ده. مش مهم نروح فين المهم نبقى مع بعض يا صباح. يا ريت يا حسن يا ريت يا ريت يا حسن يا ريت. معقوله يا بت ده يبقى علم؟ صح النوم يا ابو علي طبعا حلم. بقول لك ايه فوق لنفسك. ده احنا بنشتغل اليوم بيوم وبنكمل بقيت عشان انوم. صح النوم يا ابو علي. يوه وبعدين يا صباح فوقتيني من الحلم اللي انا كنت عايش فيه.
وماله يا بنتي لما نحلم؟ ما دام مش قادرين ننام واحنا مستريحين نحلم احسن. انا المعلم حسن ابو علي. تصدق يا واد ان الحلم بتاعك حلو؟ بس انت عندي يا صبوحه احلى من اي حلم. ربنا يخليك ليا يا ابو علي وما تحرمش منك ابدا. حمام العافيه يا ولدي. الله يعافيك يا أما. اعمل لك كوبايه شاي يا بدر؟ مش عايزة أتعبك معايا. تعبك راح، ده انت مالي عليا البيت بعد ابوك ما مات. الله يرحمه. تعيش يا ولدي. الخالق الناطق ابوك المعلم شبل الدين كان راجل ولا سيد الرجاله، كل معلمين السوق كانوا يعملوا له 1000 حساب. ربنا يديك طولة العمر يا أما. ربنا يخليك ليا يا ولدي. بقول ايه، يا ما نفسي اشوفك متجوز وعيالك بتجري حواليك. صدقني يا بدر العمر بيجري والوحده صعب ولازم تكون واحده جنبك. وين ان كنت قاعده معاك النهارده بكره يا عالم حكون فين؟ ربنا يخليكي ليا يا أما. تو 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 الناس خيمتها السبت والحد ومحروس ابني خيمته ما وردت على حد. وبعدين ياما، وبعدين في العكنانه دي مالك ياما؟ ايه يا واد المزبله اللي انت عاملها دي؟ ايه ده؟ علموك كده في المدارس؟ ما قالولكش النظافه من الايمان؟ قالوا لنا ياما، بس انا ما بحبش درس الحساب. حساب والله ما انت فالح. طول ما انت بتجري ورا الفيديو والافلام مش هتفلح ولا تنجح. هنجح ياما هنجح. انا محروس ابن المعلم سعداوي الديب كبير السوق. يا عافيه يا واد، تنجح ازاي؟ هي شروه في السوق. ايه هلقتوا بنام الله يقلق منامكم. اعملي لي شاي يا بدريه. في هذا محروس. اعملي شاي يا امنه. اعملي لي شاي معاك يا بنت يا امنه. مش هعمل لك حاجه يا محروس. لو عاوز حاجه يا اخويا قوم اعملها لروحك، المطبخ مش بعيد والله، ده على الناصيه. انا هعمل لابويا بس الشاي اللي يستاهل بق من ايديا دول، وانت هحرمك من شاي يا محروس عشان تبقى تقولي بنت تاني. مش عيب يا واد تقول لاختك الكبيره يا بت؟ فالح قوي اسم الله. سامع يابا التقطيم اهي من صباحيه ربنا وهي وجعاني نافوخي. قومي يا بت اعملي الشاي. حاضر قومي يا يا بت. حاضر. سامع يا معلم ايه اللي اتأدب محروس؟ بيقول على امه واكله نافوخه. دي الفاظ بتوع مدارس. سبت ايه للجهله؟ مالهم الجهله يا ولاد؟ مالهم الجهله؟ وبعدين محروس مش جهله، محروس واخد الاعداديه وهياخد اللي بعديها الثانويه. ياخد الثانويه منين يا معلم؟ ده ثانيه اختي بتقول جاوب وحش، ولو نجح هينجح على الحركرك. وايش عرفها بقى اختك دي؟ هي ما تعرفش حاجه. خالتي بتدرس في مدرسه ابتدائي، هتفهم ايه في الثانوي هي؟ يا واد الواجب تبوس ايدها، ده لولاها كان زمانك سقطت في الاعداديه. يبوس ايد مين يا ولاد؟ معاش ولا كان اللي محروس ابنه يبوس ايده، ما يبوس ايد حد غير بايدي وايد امي. مش بيقولوا من علمني حرف صرت له عبده؟ عبده مين يا ولاد؟ عبده جزره؟ انا ابني مش عبده لاي حد، انا ابن حر وابن حر. ده ابن سعداوي الدين. وانا جبت الكلام ده من عندي يا معلم؟ هما مش علموك كده في المدرسه يا واد؟ ايوه ياما، بس انا ما بحبش درس الجغرافيا. جغرافيا؟ والله ما انت فالح. ما تفوليش في وش الواد انت واختك. جرايه وليا في ايه؟ ده بدل ما تقول له عيب يا معلم تمرعه كده. هي دي التربيه؟ الله، يعني انا مش عارف اربي ابني؟ طب عليا الطلاق بالثلاثه، ما انت بايته فيه. وانزلي بقى اقعدي مع اختك ثانيه، حطوا بوسكم في بوس بعض بدل ما هي حاطه وشها كده ولا بوسها في الحيطه. الله، ليه كده يا معلم؟ خلاص انا حلفت يمين طلاق بالثلاثه. قلت ايه؟ ماشي يا معلم، مش هنزل يمينك وهنزل. الشاي اللي بتحبه يابا. ايه ده يا بت؟ انت حاطه فيه ايه؟ حاطه ملح يابا. ملح؟ طب عليها الطلاق بالثلاثه، ما انت بايته فيها انت كمان. يلا غوري. تعالي يا أمنة، تعالي معايا ننزل مع بعض يا أختي. بس قبل ما انزل يا معلم انا عايزه اقول لك كلمه واحده. قوليها بس هي كلمه واحده.
انت تستجري تكلم امك الحاجه زي ما محروس بيتكلم معايا كده؟ بالاذن يا معلم، فكر في كلامي ده صح ولا غلط. بينا يا امنه، تعالي. غوري يا ولاد، غوري غوري. اما الحاجه مالها ومال اللي انت بتقوليه ده؟ وانت صحيح ولا محروس؟ مش خليك مؤدب كده مع امك. مش بيقولوا هم حاجه كده قالوا لك في المدرسه ان امك فصل ولا كوش؟ ايوه بابا، بيقولوا في المدرسه ان الام مدرسه، لو اعددت شعب طيب الاعراق. برافو عليك يالا، برافو عليك. طب ما انت شاطر اهو يالا. طب بقول لك ايه بقى يابا، طالما ان الام مدرسه، ايه رايك بقى لو اقعد في البيت وام تعلمني كل حاجه وما اروحش المدرسه؟ صح يالا، صح. انت بتقرطصني يالا، بتضحك على ابوك. طب عليا الطلاق بالتلاتة، انت كمان ما انت بايت فيها. غور غور يالا، غور. قلة ادب، العيلة كلها تاكل دماغي. ايه ده؟ ده كلهم سابوني لوحدي. طب عليا الطلاق بالتلاتة، ما انا بايت فيها انا كمان. امال فين عم كام؟ بعافيه النهارده يا صباح. يا اخويا سلام، تبقى سلم عليه. الله يسلمك. هات لي رتلين جاز حطهم في جيركن من عندك. ابقى هات الشركه معاك يا صباح. اول ما يفضى هجيبهولك على طول. عليا. عايزه جاز في ايه يا صبوحه؟ عشان احرق نفسي واريحك مني. لا اوعى يا بت، ما تهونيش عليا. صح يا حسن؟ طبعا. انا صحيح عايزه الجاز في ايه؟ هكون عاوزه في ايه بس يا حسن؟ لحسن يكون المعلم حنفي بطل الهبوب اللي بيشربه ودلوقتي بيضرب جاز. حلو يا ابن خمسينة. لا ده ابويا بيضرب الشاي خمسينة، واخداله الجاز عشان اعمر له الطاسه. عقبال ما تعمري طاسه فؤادي. ان شاء الله. جرايه يا بت، ما تقفي عادي، عيب الراجل واقف. هات الجاز يا اخويا، هات. جاز يا صباح. تصبح على خير يا حسن. من حقك تدلعي. صباح فين يا بنت جميلة؟ ما رجعتش معاكي ليه؟ صباح اختي. لا صباح امي. رد يا بنت احسن ما اجيلك. يابا. فين صباح يا بنت؟ ما انا يابا. يا بنت مالك؟ مالك مش على بعضك ليه؟ قلت لك يابا، قلت لك انها عدت على ام حمدي، انت بس نسيت. نسيت؟ لا يا اختي، انا مخي يوزن بلد. ايه يا غرع؟ بتقول لك يا عبد انها راحت لام حمدي. لا دم مش قد الشرب ما تشربش يا عم. لا دم مش قد الشرب. انا برضه عدت على ام حمدي ولا عدت عليك؟ يا عم زق على البوك. سمحيه. العافية يا عزيز. العوافي يا ام حمدي. ازيك يا جميلة؟ ازيك يا ام حمدي؟ مش واخدني في بالك؟ جميلة بنتك بتظبط ام حمدي. طب ما ام حمدي ايه؟ صباح فين بقى؟ صباح فين يا وليه؟ صباح مين؟ صباح الخير يا مصر. حرام بقى فضلت تفرع في اسفين لحد ما ولعت الدنيا منك لله. خلاص بقى اصل حنفي، سك على البوك. سك على البوك. صباح فين يا بنت؟ يا هتكسر ايد البنت يا سيدي والنبي يا مش قدك. يابا وبعدين معاك يا عمنا في ايه مالك الليله دي؟ هتكسر ايد البيت؟ يا عم اقعد لنا بفانيلتك المقيحه دي. واحد بيصطفل مع بنته. يا راجل حرام عليك بقى، الله انتوا هتفرجوا علينا الناس ولا ايه؟ البت دراعها هيطلع في ايدك، حرام عليك. صباح كانت معايا بس يعني. بس ايه قولي؟ ايه راح تجيب حاجه وجايه؟ طب سلمي لي على الحاجه يا حاجه، وهتجيب الحاجه دي منين ان شاء الله؟ جاز يابا. اعمل ايه؟ ما لقيتش في الحاره جاز، رحت لعم كامل في الميدان اشتريت منه، عشان عارفه انك بتحب تحط الجاز في راسك بعد ما تستحمى.